السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والله يرحم جميع الاموات ديالنا، والله يشفي جميع المرضى، والله يكتب علينا مكاتب الخير يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم واحد ليكخاب بالقمح الكامل، كيجيو رائعين. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نحتاجو 2 بيضات، عندي هنا معلقه كبيره ديال الزبده، عندي سكر بنكهه الفاني، عندي هنا 2 كيسان ديال القمح اللي مغربل، شويه الملحه ونص لتر ديال الحليب. في شي بول غادي ندير دوك 2 بيضات اللي كيكونوا في حراره الغرفه، كندير رشيشه الملحه، غادي ندير الفاني، وغادي ندير ديك المعلقه كبيره ديال الزبده مذوبه. اللي ما بغاش يدير الفاني يدير قشور الحامض او قشور ديال الليمون، يديرهم كل واحد ينكه بداك الشيء اللي كيبغي. صافي، وغادي نحاول نحرك مزيان هذا البيض مع هاد المكونات اللي ضفت. من بعد غادي نضيف واحد المعلقه ديال العسل، نسيت ما درتهاش في المقادير، واحد المعلقه ديال العسل او معلقه ديال سكر سنيده، وغادي نضيف داك نص لتر ديال الحليب، وغادي نمزج هاد المكونات مزيان. من بعد غادي نضيف عليهم دوك 2 كيسان ديال القمح الكامل اللي مغربل، محيده ليه ديك النخاله الغليظه. صافي، غادي نحرك مزيان. من بعد غادي نعاود نطرب بهاد الطراب، غادي نطرب مزيان. من بعد غنديرو هكا في الكاس هذا الكبير، وغادي نغطيه، وغادي ندخلو الثلاجه تقريبا واحد نص ساعه يرتاح، عاد غادي نبداو نطيبوه في شي مقله تكون خاصه ما كتلصقش. من الاحسن باش ما تحصلوش مع لي كريب ديالكم. غادي ندير لي كريب ديالي، غادي نشوفوا هكا الجنيبات بداو كيتحمروا، صافي ونقلبهم للجهه الاخرى. طريقه سهله وبسيطه، كيجيو رائعين. هاد لي كريب ديال القمح كيجيو ولداد، فيهم واحد المذاق زوين وصحيين، نعطيوهم لوليداتنا. صافي، وغادي نكمل بهاد الطريقه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. ها هما لي كريب ديالي من بعد ما طيبتهم. ما ديروا حداكم شي زيف، فيما طيبوا شي وحده حطوها في داك الزيف وغطيو عليها باش كيبقاو لكم طريين وما كينشفوش. هانتوما شوفوا الشكل ديالهم كيجيو خفافين. هانتوما شوفوا، رائعين رائعين. جربوهم على حسابي، تشكلوهم بالطريقه اللي بغيتو بالشكل اللي بغيتو، ونعمروهم بداك الشيء اللي كيبغيو وليداتكم، اللي كتبغيو حتى نتومايا. غادي نوريكم واحد الفكره. غادي ندير لهم هكا شويه ديال هاد زبده الفول السوداني، غادي نحاول نايطاليها هكا غير النص ديالها، صافي ونطويها. وعاوتاني غادي ندير ليه الشوكولا ديال الدهن، ممكن تدهنوه بها، او ممكن ديروا الكونفيتور، او ممكن ديروا الشوكولا مع البنان او الفريز اللي عندكم متوفر. والاهم اللي كيبغيو وليداتكم واللي كيبغيو ياكلوا هاد الشيء باش تعمروهم. صافي، وكنكمل بهذه الطريقه حتى تنكمل هذيك الكميه اللي عندي اللي بغاو ياكلوا الوليدات. تنتمنى لهاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وفي فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.